السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم معي من جديد أخواتي في قناتكم مطبخ حسناء سريف. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير، في أحوال طيبة وصحة جيدة بإذن الله. حب جميع الأخوات اللي انضموا للقناة، وترحب بالأخوات اللي كانوا معايا منذ بداية القناة. شكر كبير لكم أخواتي بزاف بزاف على حسن المتابعة ديالكم، على تعاليقكم زوينين اللي كتخليو لي، وعلى التشجيع ديالكم، وعلى كلامكم الطيب، فشكرا لكم أخواتي. اليوم ان شاء الله غادا نشارك معكم الملوي بالحليب اللي كيجي غزال بزاف، وكيجي هذا الملوي هذا هشيش وتيدوب. ان شاء الله تجربوه بصحه وراحه وينال اعجابكم. ولا كنتوا اول مره كتزوروا القناه، ما تنساوش الاشتراك فيها والضغط على الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد في القناه. وندوزو دابا المكونات وطريقه تحضير الوصفه، فخليكم معي باذن الله. فغنبداو على بركه الله. بالنسبه للكميه ديال الدقيق كتبقى على حسب الكميه اللي بغيتو نتوما، يعني على حسب كانت طلبيه كثيره اولا بحال هكا غير للدار، تيبقى لكم الاختيار. درت 2 ديال الزلايف ديال دقيق القمح الصلب، في المقابل 4 ديال الزلايف ديال دقيق الابيض، يكون نوعيه جيده خاص بالحلويات. فغندمج المكونات مع بعضها مزيان بهذا الشكل هذا، وغادا نضيف 2 معالق كبار يكونوا عامرين مزيان ديال العسل، لان كاينه كميه كثيره ديال الطحين. علاش انايا درت في هذه العجينه هذه ديال الملوي العسل؟ لان كاين الحليب، الا ما درتوش العسل وخدمنا بالحليب ما غيتحمرش نهائيا الملوي. اما بالنسبه للملوي ولا المسمن اللي تنخدم معكم دائما، ما تنديرش نهائيا العسل وما كنديرش نهائيا السكر، لانني كنعجن غير بالماء. اما هنا واخا ضايفه الماء، فراه كاين الحليب، كونوا اكيدين على اننا ما درناش من العسل، راه ما غاديش يتحمر لينا نهائيا الملوي. فبالنسبه للقياس اللي درت ديال الحليب، فكانوا 2 ديال الكيسان ديال العنبه ديال الحليب، والباقي كملت عجنت بالماء عادي. اما بالنسبه للملوي اللي تنخدم معكم اولا المسمن اللي تنخدمو، ما كاينش نهائيا العسل وما كاينش نهائيا السكر، تنعجنو غير بالماء. الا درت السكر ولا درت العسل وانا كنعجن غير بالماء، فراه الملوي غادي يتحمر دغيا، اولا المسمن غادي يتحمر دغيا، وهو يعني مازال ما خداش حقه في الطياب مزيان. عكس هنا درنا العسل ضروري ومؤكد، لان كاين الحليب ضروري خصكم ديروا واحد 2 معالق كبار ديال العسل يكونوا عامرين مزيان صافي. وغادا نعجن بالماء والحليب عادي كما سبق وذكرت لكم. بغينا نخدموا في العجانه ممكن تيبقى لكم اخواتي الاختيار، وغادا نخليو العجينه شويه قابطه راسها، تندلكوا العجينه مزيان بالكف ديال اليد، اولا تنخليو العجينه قابطه راسها وتنخليو العجانه خدامه مزيان حتى كتدلك لينا ديك العجينه مزيان، باش كنحصلوا على نتيجه مزيانه. وخا يبقى عندنا المسمن اولا الملوي في واحد المده، ملي تنسخنوا الملوي بحال يلاه طيبنا في البلاصه، يعني كيكون الملوي مدلوك مزيان واخد حقه في الدليك مزيان. فغنبقى نضيف ضفت بعدا 2 كيسان ديال الحليب دفعه واحده، وغادا نكمل نعجن بالماء عادي. اذا غادا نبقى نضيف غير بشويه الماء حتى نحصل على واحد العجين اللي كتكون متماسكه، نقدر انني نتحكم فيها وندلك العجين مزيان. فالاضافه ديال الحليب في العجين كيعطي واحد النتيجه زوينه بزاف. ان شاء الله ملي غتجربوها غتبقى معتمده عندكم. فنكمل ان شاء الله الكميه اللي خاصني ديال الماء، ونتلاقى بكم في المرحله التاليه، فخليكم معايا باذن الله. فهذا هو الشكل ديال العجين كيف كيكون. دابا غنبدا ندلك في العجين حتى كنحصلوا على واحد العجين اللي تيكون السطح ديال العجين املس، ومن بعد ترخف العجين واحد شويه. العجين ديال الملوي اولا ديال المسمن خاصو يكون ضروري مرخوف باش كيجينا الملوي رطب وما كيجيناش الملوي قاصح. فغنخلي هاد العجين هذه ترتاح مده ديال ساعه ونص ساعتين اللي بغيتو، يعني كل ما ارتاحت العجين مزيان. انا كنخلي مرات العجين حتى للغد ليه، كنعجنها في الليل وتنخليها حتى للغد ليه عاده كنخدم بها. فقسمت العجين الاجزاء، الوزن ديال القطعه الواحده هو 80 غرام. فكنخلي هاد العجين هادي ترتاح بعد ما كندهنوا الكرات كاملين بالزيت، وكنوضعوا واحد الكيس بلاستيكي على العجين ترتاح صافي، وكنبداو نطلقوا في العجين بهاد الصوره هادي. فتناخذ واحد الكميه ديال الدقيق ديال القمح الصلب، تنضيف ليها الخميره ديال الحلويات، وعندي الزبده المذابه، وعندنا الزيت. فكنطلقوا الكره ديال العجين بالزيت بواحد الشكل او واحد السمك اللي يكون رقيق بزاف. انا الملوي ما تنرقوش في التقراص، كنخلي الملوي يعني باش داك التوراق يبان. داكشي علاش خاصنا نرقوا قدر المستطاع. كل ما رققنا كنحصلوا على نتيجه مزيانه، لاننا ما غادنش نرقوا
الملوي اولا المسمن فاش غادي نكونوا نطرقوا باش نطيبوا الملوي. فكما كتلاحظوا معايا تيبان السطح ديال العمل. تنرش واحد الكميه قليله ديال الزبده المذابه، وتنرش واحد الكميه قليله ديال دقيق القمح الصلب مع خميره من الحلويات. صافي وغادا نجمع المسمن اولا الملوي بهذه الصوره هذه هاد بحال هكا. صافي وغادا نجيب على شكل مربع طيات بحال هكا، واخر الشريط كنجمعو بحال هكا في الجنيبات وكنسدو مزيان هاد القنيتات هادو باش كيجينا الملوي مسدود من الجهات بجوج. فغادا نحاول نخدم معكم وحده اخرى. فمني كتكون العجين مدلوكه مزيان كما كتلاحظوا كتطلقوا العجين بكل سهوله ما كتقطعش نهائيا. ترقوا مزيان هاد الكره من العجين حتى كيبان لنا سطح العمل. فرقوا هاد الجناب هادو مزيان. صافي وغدا من بعد ندهنوا هاد العجين هادي بواحد الكميه قليله ديال الزبده. نحاولوا ما نكثروش الزبده في الوسط باش كيجينا هاد الملوي هذا ناشف. انا الملوي نهائيا ما كنطيبوش بالزيت اولا المسمن، كنكتفي بهذا القياس ديال الزيت اللي ورقت به والزبده صافي كيكون كافي. وهذه هي الطريقه ديال التوراق. وغادا نبداو نربعو هاد الملوي هذا بحال هكا، ما نزيروش باش كيجينا الملوي يعني مورق والتوراق لداخل تيكون باين. وكنجمعوا هاد القنيتات هادو بحال هكا وكنسدو مزيان باش ما كيجيناش الملوي محلول في الوسط. صافي ونكمل بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه كلها اللي عندي. ونتلاقى بكم ان شاء الله اخواتي في المرحله التاليه، فخليكم معايا باذن الله. فغادا نخليكم مع هذا المقطع هذا اذا ما كانت شي حاجه واضحه ان شاء الله نشوفوها في هذا المقطع هذا. صافي ونتلاقى بكم في المرحله التاليه، فخليكم معايا باذن الله. فهنا كما كتلاحظوا معايا بعد ما كملت الكميه كلها دابا ان شاء الله غادا نبداو نطيبوا في الملوي. فكما غتلاحظوا معايا لانني ما ترققش نهائيا الملوي، كنبغي الملوي يبقى هذاك التوراق باين لداخل. فهذا هو علاش يعني فاش كنت كنورق في الاول ترقق يعني قدر المستطاع باش كيجينا الملوي مورق ورقيق في الداخل. هنا كما كتلاحظوا معايا تنورق اولا كنركز غير على الوسط صافي، وجناب تنخليهم يعني ما مرقينش بواحد الشكل كبير بزاف. فنتلاقى بكم ان شاء الله في المرحله التاليه، خليكم معايا باذن الله. هذه هي الكميه اللي كنكتفي بها ديال الزيت فقط، يعني نهائيا ما كنرش على الملوي الزيت وهو تيطيب. فهنا كما كتلاحظوا معايا كنوضعوا الملوي في المقله وكنسينوا واحد شويه عاد كنبداو نقلبوا وتندوروا في الملوي. والملوي تيبغي تقلاب بزاف باش داك التوراق تيجينا الملوي مورق من داخل، واضح ان التوراق بواحد الشكل زوين. فالعافيه اولا النار ما تكونش مجهده بزاف وما تكونش منقوصه بزاف، يعني الا كانت مجهده بزاف الملوي ما غياخدش حقه في الطياب من الداخل مزيان، ولا كانت يعني منقوصه الملوي غادي يجينا قاصح اولا المسمن غادي يجينا قاصح. فكنبقى ندور ولاحظوا معايا يعني تيبان لينا على ان الملوي راه تيتنفخ، وضروري تنبقاو نقلبوا كل دقيقه وكندوروا باش كياخد لنا واحد اللون موحد في التحمار. فكنستمر بهذه الطريقه هذه والعافيه تكون متوسطه وكنبقاو نقلبوا بحال هكا. هنا كما كتلاحظوا قرب ياخذ لنا الملوي اللون اللي بغينا. فإلا كنا بغينا يعني نحتفظوا به في المجمد فنحاولوا ما نخليوش الملوي يتحمر لنا بشكل كامل باش يبقى لنا فين نسخنوا الملوي. فهذا هو الشكل كما كتلاحظوا معايا. خدنا الملوي هذا اللون هذا وغنبدا نحيد ان شاء الله الملوي كامل. كنسين حتى كيطيب الملوي كامل عاد كنبدا نسوس في الملوي باش ما كطيرش ليا القشره، لان تكون هذه الطبقه هذه مقرمشه. فإلا سسنا الملوي هو مازال سخون فهذيك الطبقه كلها غادا تطير لينا وبالتالي غادي يجينا الشكل ديال الملوي بحال اللي ما طيبش. فنبدا نحيد ان شاء الله ونتلاقى بكم في المرحله التاليه، فخليكم معايا باذن الله.
فتبقى اخواتي هذا هو الشكل النهائي ديال الملوي اللي شاركت معكم اليوم بالحليب. لاحظوا معايا هذا هو الشكل ديال الملوي من الداخل. لاحظوا معايا التوراق، هذا هو علاش يعني ما كنرققش نهائيا انا الملوي باش كيجيو هاد التوراق هذا واضح لينا بهاد الصوره هذه كما كتلاحظوها نتوما. وكيجي هاد الملوي هذا خفيف خفيف لواحد الشكل كبير بزاف، وكيجي هاد الملوي هذا بنين. فدائما المعجنات كاملين ملي كيتدركوا وتياخذوا وقتهم الكافي انهم يرتاحوا. بالنسبه دابا الحال سخون، الاخوات اللي عندهم الطلبيات الا بغيتوا تعجنوا العجينه وتخليوها حتى الغد ليه وتخدموها ضروري من الثلاجه، عكس مني كيكون الحال بارد ولا الحال دافي تنخلي العجينه غير على برا، ما فيها لا خميره لا والو، ما كطرى ليها حتى شي حاجه. غير هاد النقطه هذه كنأكد عليها ان دابا الحال شويه سخون بزاف، ضروري الثلاجه والصباح تخدموا بشكل عادي. فشكر كبير لكم اخواتي على حسن المتابعه ديالكم، على تعاليقكم الزوينين اللي كتخليو ليا، وعلى التشجيع ديالكم وعلى كلامكم الطيب. فشكرا شكرا لكم اخواتي. اي حاجه ما واضحاش مزيان ما مشروحاش مزيان خليوا لي ان شاء الله في التعاليق نجاوبكم عليها باذن الله. اي نوع ديال العسل ممكن اننا نخدموا به. وما بقى لي الا نقول لكم تهلاو في راسكم بزاف بزاف، والى لقاء اخر في فيديو اخر في فكره جديده في وصفه جديده باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.